السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبيبي، بداية كل عام وأنتم بخير. أنا اللي خلاني أعمل الفيديو ده، كنت هستنى يعني أعمل فيديو أنا بعد مباراة الزمالك، مخفيش انتمائي، نكون بداية متفقين. أنا بختيفش عمري ما أخفي انتمائي. أنا زملكاوي وليس متزملك زملكاوي، لأنه أصبح هناك الكثير من المتزملكين. لكن بداية ببدأ حديثي معك وبعيد وكررها. الكلمة شرف الرجل. عشان كده بتلاقينا بالبلد يقول لك ده فلان ملوش كلمة يا جدع، صح؟ بالمصري كده بالبلدي، ده ما عندوش كلمة. فأنا برجع بقول لك وأكد على الكلام ده، تحت الكلمة دي 30 خط. الكلمة شرف الرجل. أطلع معاك، ما كنتش عاوز أعمل، أنا قلت لك ما كنتش عاوز أعمل الفيديو ده. بس شيء سميع العليم، أنا كلنا طبعا عشان مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا طبعا ما كانتش مبثوثة، ده من كتر ما عندنا يعني الاتحاد ناضج. انت شفت الفتاكة اللي عندنا يعني. بيراميدز وسيراميكا لم تنقل يعني كده. فالمهم أنا لما أحضر مباراة بيراميدز وسيراميكا، لكن قلت لك الحق إيه؟ أحق أن يتبع. يا شيء السميع العليم، اليوم يعيدوا قناة اون سبورت مباراة مين؟ بيراميدز وسيراميكا. واجي لك بقى صناع المحتوى واليوتيوبر والمتزملكين والغير متزملكين، قال لك انه الحكم، انا لا أعرف عشان لا اذكر اسم الحكم عشان اكون صادق معك يعني. حضرت المباراه لكن لا اذكر اسم الحكم. قال لك انه الحكم سهل المأمورية لبيراميدز على الفوز على سيراميكا. بايه بقى سهلها ازاي؟ قال لك بطرد عمرو كلاوي. طيب، اجي لك طرد عمرو كلاوي. انا شفت المباراه طبعا، انا بكلمك كوره، انا عاوز اي حد يكلمني كوره. سيبك من اللي حافظ له كلمتين وبيجي بيتكلموا، وانا بكلمك كوره قدم، قانون كره قدم. تمام. شفنا الطرد تبع عمرو كلاوي، شفته النهارده، طرد قانوني بيمي وشيء السميع العليم. يا شيء السميع العليم، بعديها بدقيقه ونص احمد سامي مدافع بيراميدز نفس الخطا اللي ارتكبه عمرو كلاوي، خط كرت اصفر. ضيف على ذلك ضيف على ذلك انه قبل طرد عمرو كلاوي ده، تمام، كان في طرد لصديق اجولا، ده لاعب بيراميدز ضرب من غير كره، ضرب مباشر، ضرب لاعب بيراميدز بوشه على عند رايه خط الكورنر، عند رايه بالظبط قدام حكم رايه. لايمان واقف قدامه، ضربه ضرب مباشر. انا شفت المباراه، بقول لك شفت المباراه، ما كنتش شايف المباراه عشان كده ما علقتش عليها. تمام. ضيف على ذلك ضيف على ذلك انه بيراميدز حقيقه بلغه الكوره كان مقطع سيراميكا كوره، شوط اول شوط تاني. بص، ما فيش حاجه اسمها سيراميكا. بيراميدز ضيع له على اقل القليل يعني، راح منه 3 اهداف مؤكدين في الشوط الاول، 3 اهداف مؤكدين. خلاص، طلعوا بقى صاروا لك الحكم سهل مهمة بيراميدز عشان الفوز سيراميكا. ده الإعلام وعلى الأسف منهم إعلام زملكاوي ومنهم للأسف شخص أنا بحبه، كنت أحبه على المستوى يعني، بحبه كنت أشوفه، الهستيري.
اما طلع اتكلم فيها وقال لك ده الحكم والحكم، انا ما كنتش شايفه، هو ماتش كنت شايفه، يعني انت ما تحكمش على حاجه انت ما شفتهاش. لكن انا بتكلم عن نفسي، لكن لما اشوف كوره، لا تعال كلمني بالكوره، انا اكلمك كوره. إيه، قلت لك الماتش كان لصالح بيراميدز، بل بالعكس سيراميكا كانت تلعب احسن لما صارت ب 10 لعيبه، اما بقت ب 10 لعيبه، اما بقت ب 10 لعيبه سيراميكا بقى عندها دور ايجابي اكثر. طيب، طلع حبيبي الهستيري قال لك الحكم والكلام اللي انت عارفينه، وغيره وغيراته وغيراته وبالماضي. تمام. إيه، خلصنا من الماتش بيراميدز وسيراميكا، قلت لك نتائجه ايه. تمام. لكن لكن يعني في امثال، احنا بقول لك تلك الامثال، ربنا سبحانه وتعالى قال لك تلك الامثال نضربها للناس، لا يجوز انك تعمل اي شيء من غير امثال. يعني في عالم السياسي لما تيجي تتكلم بعالم السياسي بدك تضرب امثال، عالم كرة القدم تضرب امثال، والامثله كثير. احسن من حلل الكوره دي، احسن من شفته وشرح الكوره دي على قناه بين سبورت، الكابتن محمد ابو تريكه. هو بيشرح لمدير الجزيره، قال له ممكن الشد من الفانيلا، ابو تريكه قال له امسك الفانيلا كده، قال له كده ممكن الحكم يتلاش عنه. قال له لكن الايد لا، لانها مخلي بالجسم. يا راجل ده عمرو خلاوه ما نتش الولد بتاع بيراميدز من ايده، كان هيجيبه على وشه. يعني ايه انتوا مستنيين مثلا يطلع الكارت الاصفر بس اما يصير دم، مثلا اللاعب يجيب دم تدوا اصفر مثلا تنحسب؟ كان كارت اصفر تاني واستحق الطرد. ومش طرد عمرو خلاوه، انا بقول لك مش عمرو طرد على عمرو خلاوه، بعديها بدقيقه، قلت لك بعديها بدقيقه احضر المباراه، دقيقه بالظبط، دقيقه ونص، كارت لاحمد سامي نفس الفاول، نفس الفاول، كارت اصفر. قلت لك في كارت بديش اعيد الكلام تاني، كارت لصديق وجوله، لاعب بيراميدز، لاعب سيراميكا ضرب اللاعب من غير كوره. هي رقم واحد خلصنا منها. اجي ادي لك بس ايه، رقم اثنين حبيبي، عليك ان تعترف الان في كل العالم انه اصبحت كره القدم كراسي موسيقيه. الحال يتبدل. تمام. الحال اصبح بتبدل، اهلاوي زملكاوي بيراميدز اسماعيلاوي. تمام. كل الحاجه، ريال مدريد برشلونه، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، عد الى اخر الانديه، اي سي ميلان، انتر ميلان، يوفنتوس، اصبحت لغه ايه؟ كراسي موسيقيه. بمعنى احنا بنقول سبحان مغير الاحوال. حبايبي من 2005 ل 2012 2013 تقريبا. تمام. من 2005 ل 2013 كلنا عارفين طبعا الطفره اللي حصلت بالنادي الاهلي. مش هنقولها تاني، نجوم الاسماعيليه على ابو تريكه، كابتن ابو تريكه، على كابتن باروكات، على كابتن اسلام الشاطر، على على عماد النحاس، على احمد فتحي، على كله. تمام. كنا بنقول لك من 200 من 2005 ل 2013 كان الاهلي يحسم الدوري. تمام. كان يحسم الدوري دايما، كل موسم يحسمه بايه؟ قبل 5 ماتشات، قبل 5 ماتشات من الدوري، او 6 او 7. يعني اذكر انه مانويل جوزيه ده كان يلعب اخر 6 ماتشات للاهلي بالفريق البديل، اخر 5 6 ماتشات كان يلعب بالفريق البديل لانه حسم الدوري خلاص انتهى. وكان على كذلك، ضف على ذلك كان الاهلي افريقيا، الاهلي كان افريقيا. شوف انا زملكاوي بقول لك ايه، في ممكن زملكاوي تطلع تزعل، بس دي الحقيقه. كان الاهلي افريقيا، كان حاسمها معايا فريق. يعني انا اذكر ماتش الصفاقسي كنت احضره باستاد القاهره، ماتش الصفاقسي كنت بحضره انا وصاحب ليا اهلاوي، وتعالى للاهلي 1-1 مع الصفاقسي، يشهد الله احنا بشهر مفترض، واحنا بالاستاد لقيت صاحبي ده اهلاوي جدا، يعني لقيت دمعته بتنزل. قلت له الاهلي هيكسب تونس، شوف الثقه لغايه فين، مع ان انا زملكاوي، قلت له الاهلي هيكسب تونس، وحصل.
ايه كان اهلي. انا بكلمك كان اهلي. هيجي واحد يقول لي طب ايه اللي اتغير؟ انت لسه بتقول كان اهلي. كان. انا بقول لك كان. وحط تحط سجل الكلام ده علي. كان. تمام. كيف سبحان الله مغير الاحوال. قلت لك لغه كراسي موسيقيه. الاهلي الان وما قبل الان السنه اللي فاتت، الاهلي لحصوله على بطوله الدوري من الان صاروا طنطنوا انه بيعتمد على نتائج الاخرين. الاهلي ما كانش كده. الاهلي عمره ما كان يعتمد على نتائج الاخرين. الاهلي معتمد على نفسه. خلص خلص. كنا بنعرف انه يكون فرق بيننا 7 نقاط و10 نقاط مع الاهلي، وعارفين انه الاهلي هياخد الدوري ويتصدر ويتقدم. تمام. لكن النغمه دي راحت. انا بقول لك كره قدم رغم صرف كل المليارات بالاهلي، ضخ المليارات، ودي حقيقه، ضخ المليارات بالاهلي اكثر ناديين حاليا بضخوا فلوس بالدوري. طبعا احنا على باب الله الزمالك مش لاقيين ياكلوا. يا ربنا يكون بعوننا. علينا 12 وقف قيد. احنا اول نادي مسجل بالفيفا. فتحوا لنا فرع خاص. ما علينا. فالاهلي اكثر نادي حبيبي. اذا شفت انه كلامي بكلمه خطا سجل وراي. الاهلي اكثر نادي ضخ للاموال هو بيراميدز. تمام. لكن اجي اقول لك ايه اللي حصل بين الاهلي وبيراميدز. انظر الى فريق بيراميدز. فريق بيراميدز تحس انه فريق مش مركز بالدوري. يعني نتائج طلعت، نتائج طلعت، تعرفش تلاقيه بيغلب الكبار، بيجي عند الصغار. ما اعرفش نادي كده بقوم غالب. يعني انا لا يعني انا مش لا افاجئ. لا افاجئ لو اليوم، يعني احنا بعد صلاه الفجر، انا بعمل الفيديو ده بعد ما صلينا الفجر. لا افاجئ انه لو غزل المحله كسب بيراميدز. مش عارف بيراميدز بحس انه مش مركز. لكن بافريقيا بيراميدز اشرس فريق بافريقيا حاليا. وبيراميدز خد سجل الكلام ده عليه. بيراميدز بطل بطوله افريقيا مهما يكون الطرف اللي هيلعب معاه النهائي. بيراميدز هياخد البطوله على التوالي. بطوله افريقيا دي هياخدها على التوالي. شرس جدا، نادي شرس جدا. على قد كده بيراميدز عارف يوظف امكانياته. بيشتري صفقات صح. صفقاته كلها صح. لكن شوف توظيف الصفقات بالاهلي. انظر انا بدي لك واقع. انظر لغايه الان يقال ان ابراهيم عادل طريقه للاهلي. ماشي. ابراهيم عادل هتجيبه مكان مين؟ قول لي انت. عندك الدنيا عندك زحمه هنا. عندك زحمه. تلقي وزيزو وحسين الشحات يعني زحمه زحمه زحمه. انت بتجيب اماكن زحمه. انت لغايه الان ما جبتش مهاجم عدل. انت لغايه الان مش عارف تجيب مهاجم. الاهلي بيلعب من غير مهاجم. الاهلي تخيل ان الاهلي بيلعب من غير مهاجم. تمام. آه. فالاهلي بيعتمد على نتيجه الاخرين. اكبر دليل السنه اللي فاتت مين اللي حصل الدوري لغايه الان. احنا بنقول لغايه الان دوري، لكن هو مش باسم الاهلي رسميا عشان تكون عارف. انه 5 مارس محكمه الكاس راح تحكم من هو بطل الدوري. بيراميدز بيراميدز او الاهلي. واذا اتحكم لبيراميدز، في مفاجاه ثانيه اقول لك اياها. اذا اتحكم لبيراميدز الدوري، الاهلي اصبح مش بطل كاس الكؤوس. لانه الاهلي فاز على الزمالك نهائي بكاس الكؤوس. يعني هتطلع انت صفر اليدين. صفر اليدين من البطوله ايه؟ من السنه اللي فاتت. ابيض وورد. لا افريقيا ولا دوري ولا كاس. الزمالك بضعفه وبكل المشاكل اللي فيه تغلب على بيراميدز واخذ بطوله الكاس. وماخذ منك سوبر افريقيا قبليها. يعني يشكر الزمالك. بكل، انا مش عشان زملكاوي بدافع، بس انت ليك انك تحكم المليارات كيف اتضخت. تمام. اصبح الاهلي ازاي، وبيراميدز ازاي، والزمالك ازاي. نيجي للزمالك بالوقت الحالي. الزمالك بمشاكله وكل حاجه عامل لك بعبع. يعني النهارده يكسب زد ان شاء الله باذن الله. تصدق نقدم عليك بالدوري. طب انا ازيدك من الشعر بيت. تمام. وسجل الكلام اللي انا بقوله لك. وبعد كده انت ليك تقول الراجل ده سمعته اتكلم في فيديو بيفهم كوره ولا ما بيفهمش كوره.
بطل الدوري، بطل الدوري السنه دي، سيبك من اللي بيقول لك السبعه الكبار، راح هيكون في 6 ماتشات طبعا، من 7 ولا هتلعب 6 ماتشات، اكتب حتى ب6 ماتشات، انا بكلمك ب6 ماتشات. بطل الدوري السنه دي، تمام، بطل الدوري سجل الكلام ده علي، الفايز من مباراه بيراميدز والزمالك، الفايز من مباراه بيراميدز والزمالك ولا ياخذ الدوري، وسجل الكلام ده عليه. لكن بحال تعادل الفريقين الزمالك وبيراميدز، اذا تعادلوا راح يكون لمصلحه الاهلي، راح يكون في كلام ايه اللي هي ايه، الكراسي الموسيقيه تتلعب، راح يكون في كلام وحكايات تانية. تمام. دي انا كلمتك على ايه، انه الاهلي يعتمد على ايه، على الاخرين، على انتاج الاخرين، وده دلائل البنك الاهلي وفرقه اللي يخلوك تلحق بيراميدز مش بمجهودك. لولا تعثر بيراميدز امام فرقه والبنك الاهلي كنت اتجمعت، قلت لك لسه الدوري ده ما تحكمش فيه. والسنه دي بص دلوقتي حاليا كل التلفزيونات بكل الشاشات، على كل الشاشات، على كل ده انه طب مين يجيبوا الاهلي ويقول لك مين اصعب مبارياته بالدوري، الزمالك ام الاهلي ام بيراميدز؟ طب الزمالك هيكسب، انت مالك، انت لو انت مكن على نفسك وصرفت المليارات بالطريق الصح، بالطريق الصح، تمام، وبالعين اللي بتجيب اللعيبه، اللي بالعين اللي تجيب اللعيبه، تمام، وصرفت ملياراتك صح، تمام، وفلوسك صح، كان ما في فريق بيوقف بوشك. انا بقول لك فين لك انت غالب سموحه النهارده 1-0، شيء مضحك، مباراه سموحه والله مضحك، اقسم بالله مضحك. يعني انا متاكد انه ما فيش اهلاوي فرحان بالمكسب ده، فرحان بال3 نقاط. لكن دي فرقه اتصرف عليها كل الفلوس دي؟ هل دي فرقه اتصرف عليها؟ وتسجل كمان علي نقطه، كره القدم، انا بكلمك كره القدم، يسترب، انا مبسوط في انه معاكم. يسترب ده اللي هيدينا الدوري، لا يدينا الدوري او يدي لك بيراميدز. شوف سجل الكلام ده علي، يسترب هيدينا الدوري او بيراميدز. لكن فخ تماما، لكن انا بكلمك حقيقه، لا اتمنى، عمري لا اتمنى خروج الاهلي من بطوله افريقيا على اي نادي غير مصري، كلمه بصراحه. يعني لا اتمنى انه الاهلي يخسر امام الترجي، ولا اتمنى انه الاهلي يخسر بطوله افريقيا امام سان داونز. انا واضح وصريح وقلت لك، وبعيد الكلام ده قبل كده، تمام. لكن لو الاهلي مع بيراميدز، لا، انا اشجع بيراميدز واروح الاستاد كمان واشجع بيراميدز، احكي لك الصحيح. آه. طيب حبيبي، قلت لك مباراه سموحه والاهلي انت بصيت عليها، في نقطه معينه بس كده لفتت انتباه اخيره حبيبي، تمام. آه. عزيزي المشاهد، وسجل الكلام ده عليا ولاحظ بالاعلام كده، التطبيل لمين؟ لمصطفى شوبير، لجان تطبيل لمصطفى شوبير، وبالذات على راسهم ابو المعاطي زكي. شوف الاستاذ ابو المعاطي زكي على راسهم تطبيل لمين؟ لمصطفى شوبير. المره اللي فاتت الشناوي ادى اداء كويس، قال لك اول ما ابتدى في الفيديو قال لك الشناوي سد الكره مرتين. يا راجل ده شوبير النهارده كره عرضيه، كره عرضيه طلع فاضي، لو لعيب سموحه ده مش عارف النيجيري ولا اسمه ايه، حطها بدماغه صح جول، طلع ساب جول وطلع، فلتت نقطة منه ما لمسهاش. تمام، دي الكرة الوحيدة اللي رفعوها سموحة، يعني كانت على هاي، نفذت من شوبير. هل انت طلعت اتكلمت عنها دي؟ في هجوم، انا بحس بالاهلي، مش بدافع عن الشناوي ولا بدافع عن حد، والله عمري ما بدافع عن ماي، تمام. يعني انا ضد، يعني بص انا زملكاوي، اداره الزمالك دي افشل منديل بالتاريخ. جون ادوارد ده اللي عامله مع عواد، لا يليق انه يعمله مع عواد اصلا. عواد ليه خير مع نادي الزمالك ومواقف اكثر من جون ادوارد نفسه. عواد ده سامح نادي الزمالك ب 10 مليون جنيه على لسان الكابتن اسماعيل يوسف. جون ادوارد شو قدم للزمالك؟ هل سامح الزمالك بجنيه؟ عواد ده ضحى ب 10 مليون جنيه لعيون نادي الزمالك، بكلام بشهاده الكابتن اسماعيل يوسف. انت ايه قدمت لنادي الزمالك؟ مين اللي يلعب على عواد اساسي؟ صبحي ده يلعب على عواد اساسي؟ يا راجل والله، والله
انا عمري ما اقتنعت محمد صبحي انه حارس كوره، عمري ما اقتنعت فيه انه حارس، عمري. ايه اللي بتقول لي بيلعب برجله؟ عشان بيلعب برجله، عشان بيلعب برجله، ايه اللي بيلعب برجله؟ انتوا بتقلدوا ولا ايه؟ يا عم انا عاوز، يا عم انا سامع كابيلو ده وبيتكلم عن الحراس وبيتكلم عن الحاجات دي، قال لك انا عاوز حارس المرمى يصد كوره، مش يلعب لي بيتو. قال كوره حديثه، لا مش كوره حديثه، ماشي لعبت برجلك حارس بتلعب برجلك اضافه عندك مش مشكله، لكن انت ادائك تحت ثلاث خشبات. عواد نجم يا راجل، عواد يعني انت، انا اتطرقت والله ما كنت اجيب سيره عواد، بس جايز انه العلم عند الله، انه ربنا والله ما كان بدماغي عواد، بس سبحان الله ممكن يكون ان ربنا سبحانه عشان الراجل ده مظلوم، ربنا نطقني بالكلام ده. مين انت يا من تقول لعواد تمشي وتجيب عقد وتجيب ايه الكلام الفارغ ده؟ وبعدين اداره نادي الزمالك نفس اللفه اهي، نفس اللفه. حسام عبد المجيد ده الدنمارك، خلي بالك من الدنمارك، نفس اللفه، وبكره يقولوا ايه اصل ما خدوش منا، خدوه من الدنمارك. نفس اللفه، نفس الكاس يشاركوا يا الاهلي، انتوا اداره فاشله، اداره فاشله. وبعدين خدوا على عاد ايه؟ اللاعب اللي مش هيلعب مع الزمالك مشوه، مشوه من دلوقتي واستفيدوا بفلوسه. اي لاعب ما عندوش نيه وعنده نيه خبث مش هيكمل بالزمالك، مشوه واستفيدوا بفلوسه. والكابتن معتمد جمال، انا بضم صوتي لصوت اي زملكاوي، وبضم صوتي الاول للدكتور الشابوني، امضوا عقد للكابتن معتمد جمال، تمضوا عقد، احنا مش عاوزين اجانب يا عم، احنا مش عاوزين هي. في مثل بيقول لك ايه ناقصك يا مره؟ قالت له مدلدل من ورا. يا جدعان عيب، احنا مش مدرب اجنبي ايه؟ هو المدربين احنا كل مره يجي المدرب الاجنبي يضيعنا طول السنه، ويجي مدرب مصري هو اللي يصلح. مين اللي جايب لك كاس مصر؟ الكابتن ايمن الرمادي، مش هو اللي جاب لك كاس مصر من بيراميدز؟ ايمن، الكابتن ايمن الرمادي يصلي الاجنبي يعك وياخد دولارات ويمشي، ما يعملش معانا حاجه. اه، ويجي المصري المدرب المصري بتاعنا ابن النادي يصلح، تمام، ورا ما افسد الاجنبي، الاجنبيون، او يصلح ورا ما افسد الاجانب، وندفع دولارات ونضخ دولارات، واحنا ايه تضل وقف القيد علينا. يا راجل بالله عليكم، احنا بايام مفترجه عشان الواحد ما يطلعش على عصبيته، ما يطلعش عن شعوره مع اداره نادي الزمالك دي. بس حبيبي وضحت لك كل الامور، وان شاء الله حبيب قلبي لو لقيتني بتكلم الصدق، ولو شفت منك فضلا وليس امرا، تعمل لايك وشير وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس. وان شاء الله بعد مباراه الزمالك باذن الله لنا لقاء، بعد ان شاء الله باذن الله الفوز على ذلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم.